السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم علمني بما تنفعني وانفعني اللهم بما علمتني وزدني علما. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اللوجيكال اوبريتور وعن البارسنج سترينج، وعرفنا ازاي بنحول السترينج لحسب ما عايز، انت او دبل او فلوت مثلا. ان شاء الله النهارده الفيديو ده هناخد كده كام حاجة على السريع، وبعدين نحل كام اكزامبل بقى عشان نخش في الشغل الجد شوية. تمام. عندنا حاجة اسمها types of error. يعني ايه؟ يعني انا مثلا وانا بكتب الكود، تمام، ممكن يظهر لي error. طب ايه الامثلة اللي على الايرور دي؟ بيقول لك عندك حاجة اسمها syntax error. يعني ايه؟ يعني خطأ في الجملة في الكتابة بتاعتك. طبعا عرفنا بنكريت بروجكت ازاي. فانا مثلا بكتب وليكن int if مثلا، اقول له ده بيكوال 100، ودي نسيت السيمي كولن. فايدي هنا بيقول لك ايه؟ شايف اديك ايرور احمر، لو وقفت عليه بيقول لك ايه؟ expected سيمي كولن، يعني متوقع منك تكتب سيمي كولن هنا. تمام. جيت مثلا عملت كده انت وقلت له ايه مثلا؟ قلت له رقم كده، وبعدين ايه؟ اي حاجه مثلا، وليكن ده variable. قال لك لا، الفاريبل ما ينفعش يبدا برقم، لو عملنا كده الايرور هيروح، فده يعتبر syntax error. جيت مثلا كتبت بدل الانت الاي بتاعتها سمول، كتبتها كابيتال، قلت له انت، شايف اداك ايرور. فلازم تعرف كل حاجة بتتكتب ازاي بالظبط. عندنا حاجة كمان اسمها اللوجيكال ايرور، ان انت تكتب حاجة مثلا ايه مش صح، يعني تجمع بدل تطرح، تقسم على صفر. فاهم الحاجات اللي مش منطقية دي؟ قال لك الران تايم ايرور، او الكراش، بيعمل كراش او باج. يعني انت حملت مثلا ملف، حملته غلط مرضيش يشتغل. زي ما اتكلمنا برضو، قلنا لو قسمت على صفر عملت كده حاجات مش لوجيك، فده ساعتها هيديك ايرور. فانت تخلي بالك، حريص ان شاء الله. اي خطأ هنقع فيه مع بعض انت هتعرفه مع الوقت، مع الممارسة. عشان تكتب بقى بيست كود لازم يكون عندك براكتس، ممارسة. يعني ايه؟ بيقول لك use meaningful names. يعني ايه بقى؟ يعني لما تيجي تختار اسامي الفاريبلز بتاعتك، وبعد كده اسامي الميثود، اسامي الكلاس، الحاجات دي كلها نعرفها، تكون حاجة ايه؟ تتجرب. يعني انا مثلا هجمع رقمين فاقول له انت sum، ما اقولوش انت اس. طب ما انا هاجي اجرب بعد كده ايه الاس دي بتاعت ايه، واقعد اعيد بقى من الاول. لا، لما انا اكتبها sum ابقى عرفت الاس ده بتاع ايه، الصم ده بتاع ايه. تمام. اقول له مثلا string النيم، فانا خلاص عارف السترينج ده او النيم ده بتاع النيم. انت الايج، فانا عرفت الايج العمر. ما اقولوش انت ايه مثلا، ما اختصرش، يعني حاول ايه اخلي الكود بتاعي كويس. قال لك عندي حاجه كمان اسمها write clean readable code. يعني ايه؟ ما تكتبش كود نظيف، يعني مش بالمعنى الحرفي، يعني تكتب كود منظم. يعني انت مثلا بتكتب حاجه مثلا، قلت له وليكن انت مثلا الصم، فانا صم واحد مثلا، انا مش عارف الصم ده بتاع ايه، فاروح عامل له كومنت كده فوق واقول له الصم ده بتاع مثلا الاكس بلس الواي، اديت له هنت كده. انا لما اجي اقرا الكود ابقى انا عارف ان الصم واحد دي مجموع الاكس والواي. مثلا هكتب مثلا اي حاجه مثلا كده سمول زي ما انا كاتبها، او ممكن اكتبها اول حرف كابيتال، فانا ابقى منظم. يعني انا مثلا بدات البرنامج بتاعي، الفاريبل بتاعي كله اول حرف كابيتال،
فانا لما اجي اكتب بعد كده انت صم 3 مثلا اكتب اول حرف كده، وهكذا. يبقى ماشي على ايه؟ نظام معين، فورمات معين. وده اللي هنعرفه في الخطوه التالتة. هو بيقول لك فولو كونستانت فورماتنج، يعني امشي على نظام معين. يعني انت بدات تكتب باول حرف في كل كلمه كابيتال، تفضل ماشي كده لاخر البرنامج عشان البرنامج يطلع شكله حلو، يطلع كلين كود، يتجرى، ريدابل. تمام. بيقول لك افويد unnecessary complexity، يعني ايه بالبلدي كده؟ ما تعقدهاش على نفسك. انت عندك حاجه مثلا هتعملها ببساطه، مثلا ما تقعدش تلف وتحور في كود كتير، فاهم؟ ما تعقدهاش من الاخر عشان تعرف تكتب بيست كود او كلين كود او ريدابل كود. تمام. دول كان اخر حاجتين كده معانا قبل ما نبدا الاكزامبل. فخلونا كده ان ايه، نحل كده اكزامبل على طول. تمام. فخلونا كده نحل اكزامبل على طول. لو قلت له مثلا سي دبليو، سي دبليو دي اللي هيخسر ايه؟ يعني انا اكتب سي دبليو وادوس كلمة تاب، هيكتب لي كونسول رايت لاين على طول، ده اختصار. يعني لو رجعت كده اكتب سي دبليو تاب، اكتب لي كونسول رايت لاين على طول. انا هاجي اقول له هنا مثلا انتر يور نيم، واقول له string. تمام. النيم ايكوال كونسول ريد لاين زي ما احنا عارفين. انا كده خليت اليوزر يدخل اسمه. اقول له سي دبليو تاني انتر يور ايج. تمام. اقول له انت الايج بيكوال انت دوت بارس كونسول دوت ريد لاين. يبقى انا كده خدت من اليوزر اسمه وعمره. اقول له بوليان الاي دي مثلا، اقول له ده بيكوال ترو. تمام. عايز انا اقول له بقى لو انت عمرك فوق ال20 ومعاك اي دي تقدر تخش مثلا النادي. اقولها له ازاي؟ اقول له هعمل متغير تاني من نوع بوليان عشان يرجع لي ترو او فولس. اقول له اسميه وليكن تشيك. تمام. اقول له ده بيكوال، اقول له الايج بتاعه يكون اكبر من او يساوي 20. تمام. and ايه يكون معاه اي دي. يعني ايه؟ يعني عمره يكون 20 او اكتر ويكون معاه اي دي اللي هو ترو عشان تقدر تدخل النادي. فانا اقول له سي دبليو، اقول له ايه مثلا يو كان جو، يمكن ينفع تدخل. انا كده مثلا تيجي ندوس كنترول في 5 ونشوف. إيه بيقول لك هنا على الشاشة بقى enter your name، فانا اقول له احمد حسن. enter your age، اقول له مثلا 23. شايف؟ you can go. ليه؟ لان انا اديت له العمر بتاعي اكبر من 20. تمام. نجرب كمان. لو قلت له اسمي علي عمري 21 اهو، بيقول لي كان جو. لو عايزين نشيل الكلام اللي تحت ده نعمل ايه؟ تيجي في اخر الكود من تحت خالص وتعمل ايه؟ كونسول دوت ريد لاين. تيجي تعمل رن كده enter your name علي، enter your age 25 you can go. شايف الكلام اللي تحت اتشال؟ فانت دي تركية عايزك تعرفها. لو عايز تشيل الكلام اللي تحت ده اكتب له ريد لاين كده من تحت. يبقى احنا عرفنا كده البرنامج بتاعنا ده. هنمسح ده كده ونعمل واحد كمان، ولا نخلي النيم مثلا، نخلي النيم ونخلي الايج. نغير الايج ده نقول له مثلا ايه ديجري درجة، نقول له ديجري.
يبقى انا خليته يدخل اسمه والدرجة بتاعته، وخليه يدخل حاجة كمان. اقول له هناخد كوب على طول، اقول له enter your last degree، اخر درجة ليك، يعني اخر درجة في اخر امتحان مثلا last. واجي اقول لك انا عايز اديك بونص مثلا، فانا اقول له int بونص بيكوال 2. فانا عايز اقول له زود لي على اللاست ديجري بتاعتك دي 2 مثلا، لو انت مثلا جايب ايه 4 مثلا، ولا جايب 3 من 10، عايز اطلعك فوق ال5 عشان تبقى ناجح. فانا هعمل ايه؟ اقول له لاست ديجري بلس ايكوال البونص ده. يعني ايه؟ يعني لو البونص، لو اللاست ديجري بتاعتك دي كانت 3، حط لي عليها 2 عشان تنجح تعدي. ماشي. انا عايز اقول له بقى اعمل بول، نسميه برضه تشيك، هنقول له ده بإيكوال، عايز أقول له الديجري نسميها إيه؟ ديجري، هنقول له الديجري ده أكبر من أو يساوي 70، لازم تكون درجتك أكبر من أو يساوي 70. أند إحنا عرفنا الأند بتعمل إيه، لازم التو كونديشن يتحققوا، والشرط ده اللي على الشمال واللي على اليمين. أند اللاست ديجري تكون أكبر من إيه؟ أكبر من أو تساوي 5، اللي هو معدي النص يعني. فأنا هقول له سي دبليو أنت كده إيه؟ يو successful. تمام كده ناجح يعني. هنجرب دوس كنترول F5، enter your name نقول له أحمد، enter your degree نقول له وليكن 75، last degree هنجرب كده نكتب له مثلا 6. قال لك you successful. تعال نشيل الكلام اللي تحت ده، نشيله ازاي؟ يعني نكتب في آخر الكود هنا كده، نقول له console دوت read line، اللي هو بيشيل الكلام اللي تحت. هنجرب تاني كده، enter your name نقول له علي، enter your degree نقول له 90، your last degree لو قلنا له 3 مثلا اللي هي تحت ال5 هيعمل ايه؟ هنشوف كده you successful. ليه؟ لأن أنا جاي له هنا زود لي على اللاست ديجري 2، فهو 3 بقت 2 زائد 2 بقت 5، فهي بقت تساوي 5 كده يعد. تمام. بس كده خلصنا السيشن النهارده. إن شاء الله المرة الجاية بقى نبتدي ناخد ال if statement. تمام، وبعدها نحل عليها إن شاء الله. بس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.